ده في حياتك يا منصور. حياتك الباقية. ربنا يصبركم. الله يخليك. طبعا دفعه واحده وعنبر واحد، بس لحد دلوقتي ما اعرفش انت منين. أنا من جنة. وأنت منين صح؟ من بورسعيد. أجدع ناس يا صاحبي. انت عارف انا نفسي اجي هنا جدا، في مكان عندكم كده اسمه دندره. دندرة صح؟ ايوه. تعال أنت بس ومالكش دعوة. خليك تزور دندرة وتصلي في جامع سيدي عبد الرحيم وتزور دير مالي جرجس كمان. لا يا منصور، انت لخبطت الزيارات على الاخر. ليه؟ احنا هنروح يا سيدي نصلي في دير ماري جرجس، وبعدين نبقى نروح نزور جامع سيدي عبد الرحيم. وماله؟ كلها صلاة يا صاحبي عادي. بس اقعد يا صاحبي. وقعد مستنيه. ماشي يا صاحبي. بقول لك ايه، مش دي فيروز؟ والله فيك الخير، عارفه ميعاد خروجي وعارفه ان عربيتي عطلانه وجايه عشان توصليني. أنا مش جاية لك الحقيقة، أنا جاية لزين. حتى لو كنت جايه لي على فكره كانش هينفع توصليني، انا صاحبتي قدامي. طب ممكن تروح لصاحبتك بقى؟ ما انا هروح. البقاء لله يا زين. ما دام لوجه الله. عرفت كيف؟ زياد قال لي ما كانش ينفع ما اجيش اعزيك بنفسي. محدش يجيلك في حاجة وحشة. طب ممكن توصليني للمحطة؟ أكيد، اتفضل. من زمن الزمن والقاضي العرفي في البلد من بيت الجناوي، ومن يوم موت الحاج صالح الله يرحمه. وانت كبير بيت الجناوي يا ولدي. الله يخليك يا حاج سالم. هل في خدمة ممكن أقدمها للبلد؟ شوف يا ولدي، احنا خليناك القاضي العرفي للبلد، قاضي شرفي لحد ما تتم ال30 وتكمل علامك. والله يا حاج عبد الحميد الكلام اللي بتقوله ده شرف عظيم ليا، ولكن حضراتكم عارفين إني لما أكمل علامي هبقى ضابط شرطة، ودي شغلانة واعرة، وحكاية القاضي العرفي دي مسؤولية كبيرة انت قدها، وولد الكبير يبقى الكبير يا ولدي. على بركة الله. على بركة الله يا حاج سالم. اوعى تعيش بين البنين، خليك في صف الطيبين، بين معالم سكتك، خلي الثقة والاسم زين. يا منصي يا انا مش مصدق يا صاحبي، احنا اتخرجنا يا. ولا أنا والله يا عمدة. كان حلم كبير قوي وبعيد قوي. هو اتحقق يا سيدي. استعد بقى للشقه، ها؟ الشقه جاي. أنت عارف مش ناقصني غير حاجة واحدة، لا حاجتين: ندخل المظلات وإن أروح أخدم في سينا. بس انت قول يا رب. يا رب. في بقى دلوقتي موضوع اهم، عايزين نحتفل. نحتفل؟ نعمل إيه يعني؟ تعالى معايا وانا اقول لك نعمل ايه. عقلك. زين القناوي يستناك نص ساعة في الشارع على رجليك كبيرة. طب ايه رأيك بقى ان فيروز هتصالح زين الجناوي احلى مصالحة؟ اتفضل ارجع. هنشوف اللي يراضيني. هنشوف.
أول مرة أجيب هدية في حياتي، يا رب زوجي يعجبك. حلوة قوي يا زين، رقيقة جدا. على فكرة ذوقك حلو. أنا كمان أول مرة أقبل هدية من حد. مالك يا زين؟ ساكت ليه كده؟ الحقيقة يا فيروز عايز أتكلم معاكي في حاجة حاجة إيه؟ عايز أقول لك حاجة أول مرة أقولها في حياتي. قول. أنا بحبك يا فيروز. بحبك من أول مرة شفتك فيها. طب وفي حاجة تانية عايز تقولها لي؟ أقول لك وأنا ماسك يدك، لأن دي حاجة برضو أول وآخر مرة هقولها في حياتي. تتجوزينا يا فيروز؟ يا ألف نهار أبيض يا ولدي، يا ألف نهار مبروك. ده أنا الود ودي أزغرد أملى الدنيا كلها زغاريد. ليك عليا أوضتك دي هجهزها في يومين، وهعمل لك فرح يحكوا ويضحكوا عليه البلد كلها، ما اتعملش زيه في جنيه. الله يخليك يا أم، بس الموضوع مش هيجي بالسرعة دي. الأول هاخدك وناخد زيارة كويسة ونروح نتقدم. ناخد زيارة لمين؟ وهم غرب؟ ده هم اللي يجيبوا لك زيارات. ده أنا بعت البت فرحانة دي تجرجر البت ليلى وأمها وتجيبهم تحت رجليك. إيه علاقة ليلى وأمها بالموضوع يا أم؟ أمال أنت هتتجوز مين؟ دي واحدة عارفها اسمها فيروز. فاروز؟ واحنا عندنا هنا عيلة في البلد عندهم بيت اسمها فاروز، ناسها مين دول؟ لا ما هي مش من جنة، هي من المعادي. معادي؟ نواحي سوهاج؟ لا يا أم، نواحي كارفور في مصر يا أم، في مصر. معادي ومصر؟ مالها مصر يا أم؟ أنا بقول لك مصر مش إسرائيل. بنت حلال وطيبة، ولو شفتها تحبيها جو. فيروز، انت تنسي خالص موضوع الولد ده. لما صممتي تخشي فنون جميله واصريتي انك تخشي جامعه حكوميه، قلنا معلش اهي دراسه، لكن خلفه ونسب وجواز مش هيحصل ابدا. ولو اصريتي على الولد ده انا لا مامتك ولا عايز اعرفك. مامي من فضلك اهدي شويه، انت ليه مكبره المواضيع قوي كده؟ فيروز، انا عايزه اعرف الشخص ده فيه ايه زياده عن الولاد اللي هنا. انت ليه محسه انك مش لاقيه؟ ده انت عندك نور لوحده، بنات مصر كلها بتجري وراه، وهو مستني بس منك اشاره. يوه. طب معلش انا عايز اقول حاجه، انت متخيله يعني انت تستحملي تعيشي هناك؟ الصعيد دي اصلا مش الاقصر واسوان بقى وسياحه ونايل كروز والكلام ده. يا سلام، ما تقول لها حاجه يا اخي. يعني عاجبك اللي بنتك بتعمله ده؟ فاتن، القرار قرارها، دي حياتها وهي اللي هتعيش، هي اللي هتتجوز. كل اللي اقدر اقوله لها دلوقتي انها تتاكد من حبه ليها وتفكر في العيشه اللي هي هتعيشها معاه وتدرسها كويس قوي. وانا رايي هيبقى استشاري في الاول وفي الاخير، وهاجله لغايه اما اشوف زين في الاول. مش هو اسمه زين برضه؟ أيوة يا بابي، اسمه زين. يا ولدي ما تتعبش قلبي معاك. بنات مصر دول مش شبهنا، ولا ياكلوا زي واكلنا، ولا يلبسوا زي لبسنا، ولا انت هتعرف تعيش وسطيهم ولا هي هتعرف تعيش وسطينا يا ولدي. فيروز عادي ياما مختلفة عن كل اللي انت قلتيهم دول. بنت حلال وطيبة وعايزة تعيش وموافقة تعيش معايا هنا. فوق كل ده بتحبني. يا ولدي المشاكل اللي هتجابلكم هتضيع الحب. ليلى دي بنتنا يا ولدي، البت بتحبك والود ودها، تجد لك صوابعها العشرة شمع. بس انا متربي معاها وطول عمري بشوف اختي. يرضيك اظلمها معايا؟ وما ينفعش تكسر قلبها. اكسر قلبها ليه؟ كنت وعدتها بحاجة؟ انت ما عشمتهاش، لكن انا عشمتها. يبقى اتجوزيها انت، انا ما عشمتش حد. وبعدين القلب وما يريد ياما. مش كل اللي يختاروا القلب يطلع صح. خد اللي تحبك، ما تاخدش اللي تحبها. وبعدين فاروز دي مش شبهني. شبهني ليه؟ كنت شفتيها ياما؟ وانا بقول لك هتجوز مطربة كليبات. شوفيها الاول وبعد كده ابقى احكمي. ما عاوزاش اشوفها. هقول لك ايه؟ الضغط عالي عليا. ليلى لو خدت خبر بالنصيبه دي هتلجح نفسها في الترعه. لا ما تعملهاش. نورت القاهرة يابا. ربنا يخليك يا ولدي. مساء الخير، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا عمي؟ بناس الصعيد واهل الصعيد. الله يحفظك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا يا ابني. الحمد لله.
اهلا يا حاج مربياني. نورت الدنيا، يا اهلا وسهلا يا حاج وسهلا. صالح. أهلا اسف صح. وسهلا. زين. اخبارك ايه؟ تمام. اتفضل يا ابني، اتفضل. اتفضلي يا حاج، اتفضلي. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عم. خليك يا ولدي. شرفتونا ونورتونا، يا اهلا وسهلا. الله يخلي حضرتك. اتفضل. ملوش لزوم الاستقبال ده والله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا دهن بيه؟ هند صح؟ ايوه اهلا وسهلا. حاج صالح. أهلاً يا ولدي. ست الوالده. اتفضل اتفضل. اتفضل يا ستي. يا اهلا وسهلا. دي مراتي الست فاتن. اهلا وسهلا. اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل يا عم. اتفضلي يا حاج، اتفضلي. يا اهلا وسهلا. ربنا يا أهلاً يخليك يا وسهلاً. ولدي. زيد فضلك يا ولدي. ازيك يا دهن بيه؟ اخبارك ايه؟ منور يا ابني، منوره يا حاجه. بنورك. الحاجه صالحه امي اللي ربتني. وانا زين صالح الجناوي ضابط مباحث في بندر جنة. دي الست فاتن مراتي. اهلا وسهلا. ده ابني آسر. هند بنتي وخطيبها ادهم. اكيد العروسه قمر زي امها واختها. ميرسي بوكو. يعني متشكرين. الحق يا ولدي هتدخن. ايوه فيروز ما بتدخنش، وبعدين يوم مساجير عادي في مصر، دي مش حشيش. عيب يا ولدي. نار يا دهن بيه. امال فين العروسه عاد؟ زمانها جايه اتو. ازيك يا زين؟ ازيك يا فيروز؟ فيروز يا ام. الحاجه صالحه امي. اهلا يا طنط. طنط ايه؟ انت تقولي لي يا ماما. خلاص يا فاتن. هموت مش خلاص بقى، خلاص ما يصحش، خلاص. اتفضل يا بنتي. عايزاكي فوق. جي مكسكيوز. ها؟ بعد اذنكم. اتفضل يا بنتي. يا اهلا وسهلا. امبوسيبل. سامع يعني ايه امبوسيبل؟ يستحيل الست دي تبقى جدة عيالك، لا شكلهم زينا ولا لبسهم زينا، ده حتى مش هيكون في بيننا وبينهم حوار. انت شايفه هم داخلين بايه؟ شويه شويه هيجروا خروفين معاهم. يا مامي وطي صوتك بس احسن يسمعوكي. ما يسمعوا ولا يتفلقوا، يا ريت يسمعوا علشان يمشوا. انا مش قادره افهم انت جايبه الهباب ده منين؟ قرف. يا مامي. تسلم يدك يا استفاتن. الوقت زي العسل. ميرسي. بس مش انا اللي طبخه، انا عندي طباخ مخصوص. تسلم يد الطباخ. وعلى فكره انا بنتي عمرها ما دخلت مطبخ، ما بتعرفش تطبخ. تتعلم. بقول لك ايه يا ابني؟ فهمني بقى، هتوفق ازاي بين شغلك هناك في قنا وجوازتك هنا في مصر من بنتي؟ ما تقلقش يا عمي، فيروز هتعيش معايا في الصعيد ان شاء الله. ها؟ فين؟ في جنة. نعم. قلة ايه دي اللي بنتي هتعيش فيها؟ طبعا لا. ومالها جني؟ ده ما شالتهاش الارض، نشيلها احنا فوق راسنا. ما ينفعش يا صلاح، ما ينفعش. فاتن، بص يا زين يا ابني، انا ربيت ولادي على حريه الاختيار، اللي هم عايزين يعملوه يعملوه، بس في النهايه يتحملوا مسؤوليه اختيارهم. وليه يا بنتي؟ انت موافقه انك انت تسافري وتعيشي معاها هناك؟ دي حياتك يا بنتي وانت اللي هتعيشيها، فاختاري زي ما انت عايزه من غير اي ضغوط مننا. يا فيروز،